السلام عليكم ورحمة الله شباب، شن حالكم؟ أموركم طيبة إن شاء الله. معكم معاذ بلبان مرة ثانية. اليوم بنتكلم على أهم 4 حاجات من وجهة نظري الشخصية يحتاجها أي طالب للدراسة للخارج، يعني سواء للدراسة أو للشغل. أول حاجة نتكلموا على اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية مهمة جدا جدا، ومفروض نحطوا تحتها 6 مليون خط لأهميتها، يعني كل ليبي مفروض يحط تحتها خط. اللغة الإنجليزية تحتاجها في الدراسة، وتحتاجها في الشغل، وتحتاجها في التعامل مع الناس أصلا، وتحتاجها حتى باش تدير أصحاب. باش إنك أنت تبي تقدم على شغل لازم يسألوك شنو إنجليزيتك أو شنو اللغة بتاعك، لأي بلاد تبي تمشي. موضوع مش معقد، يعني موضوع عادي جدا. أهم شيء إنك أنت تحسبها صح قبل ما تسافر لأي بلاد. بتسافر مثلا بعد سنة سنتين أو أنت في إجراءاتك تمشي تقرأ لغة إنجليزية، تمشي تاخذ كورسات في ليبيا كورسات، وتاخذهم 7 8 كورسات، تلقى روحك في سنة سنة ونص هيك كويسة، هيك مشيت امورك في اللغة. بعدين تجي هنا وان شاء الله تمشي لهم. 2. بنتكلم على الناس اللي يقروا ثانوية تخصصية. هادو ناس ما قروش رياضيات، ما قروش تفاضل وتكامل اللي هو الكالكولس، ما قروش رياضيات يعني متقدم. بدأت الناس اللي يقروا علوم حياة. هنا النظام الكندي يعتمد عليه الرياضيات بصفة كبيرة، يعني مهم جدا الرياضيات هنا. حتى انك انت بتقرا موسيقى لازم تقرا رياضيات باش تتخرج. وفيزياء. الفيزياء طبعا فيزياء مهمة، قرينا شوية فيزياء هنا، لكن هنا الفيزياء اللي يقروا فيها في الجامعات الكندية متقدمة شوية، مش هلبة. فانت لازم باش تفهم الفيزياء لازم يكون عندك اساس مليح في الرياضيات، ولازم يكون عندك لغة انجليزية كويسة. علاش؟ لان الفيزياء مش كلها رياضيات، اكثرها فهم السؤال نفسها. يعني 50% من اجابة الفيزياء او انك انت تخش على الامتحان بتاع الفيزياء وتجاوب فيه كويس انك تكون فاهم السؤال، وهذا يعتمد عليه اللغة الانجليزية بتاعك. 3. اللي هي الطباعة. موضوع غريب شوية لكن نشبح فيه. موضوع الطباعة موضوع مهم. موضوع انك انت يعني تطبع من غير ما تشبح الكيبورد، اللي هو تطبع وتقعد تشبح قدامك ورقة وتبدأ تطبع. علاش؟ لان هنا النظام الكندي او النظام الغربي بصفة عامة ما يعتمدوش على فهم وحفظ بس. يعني انت شيني تفهم مليح خلاص شد هندسة، انت تحفظ مليح اقرا. طب مش هيك هنا، لا، هنا يبوك تفهم وتحفظ، ويبوك حتدير ريسيرش وتدير وراقي تكتبهم. يعني شوف باش تخرج من هنا لازم تكتب بيبرز. هادو الزوز لازم تديرهم. شوف روح من سنة أولى وأنت تكتب، يعني لازم تكون إنجليزيتك مليحة باش تدير ريسيرش أو تبدأ تدور في أبحاث وتبدأ تكتب أنت من راسك. وهذا يعتمد على سرعتك، لأن هنا السرعة مهمة مطلوبة جدا. هنا يعتمدوا على السرعة بشكل كبير. الكنديين كلهم يطبعوا بسرعة، الأمريكان حتى هم. حاجة رابعة اللي هو الطبخ أو التطيب. انا من وجهة نظري الشخصية نشبح فيه مهم. هذا علاش حطيتها رقم 4. طبعا هم في هلبة في ليستة طويلة من الحاجات اللي احنا ناقصتنا. التطيب يوفر عليك فلوس ويوفر عليك هلبة حاجات. اول حاجة انك انت تطيب بروحك ارخص بهلبة من انك انت تمشي تاكل في مطعم. هذه حاجة ثانية النظافة. المطعم مش حيكون نظيف زي نظافتك انت. يعني مش حتاكل الحاجة امسحها وخلاص بالمية او مصمصها بالمية، لا لازم تكون نظيفة. هذه اهم 4 حاجات اللي هو اللغة الانجليزية، الرياضيات. وطبعا قبل ما ننسى الرياضيات، انا نزلت لينك اسمه كان اكاديمي او خان اكاديمي، يستعملوا فيه الكنديين والامريكان بصفة كبيرة. انا شخصيا استعمل فيه. موقع ممتاز، موقع مجاني. اللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء والطباعة والطبخ، هذو أهم 4 حاجات من وجهة نظري الشخصية. هذا اللي عندي اليوم، وبارك الله فيكم وثانك يو لكم جميعا.